أن المرأة دائما تتعرض للذهنية الرجعية، الذهنية الفاشية، إن كان من قبل العادات والتقاليد، إن كان من قبل المجتمع. فعلى هذا الأساس القائد قال أول مبدأ اللي راح أمشي عليه وأطالب فيها هو تحقيق العدالة والمساواة ما بين الجنسين، إن كان مرأة أو رجل. إضافة التوازن أو عدم وجود التوازن في الكون، إن كان بين الإنسان والطبيعة وكائنات أخرى. فعلى هذا الأساس من بداية السبعينات لحد يومنا الراهن حركة المرأة كان من هدف الأساسي للقائد آكو بأن تتوحد روح المرأة، أن المرأة تتحرر فكريا وإيديولوجيا وليس جسديا. من أشهر أقوال شهيداتنا كشهيدة هافرين خلف دائما كانت تطالب بالتوحيد الروح المرأة، ليس المرأة الكردية فقط أو المرأة التركية، إنما روح النساء أجمع. فبعد ما تم التضحية والعمليات الفدائية اللي بآلاف من النساء قاموا فيها، تم إعلان بشكل رسمي عن حركة المرأة الديمقراطية في جبال كردستان. بعد تم استشهاد شهيدة بيريتان، تم تجيش أول جيش للمرأة بعام 1995. بهذا التاريخ كان مبدأ الأول لحركة حرية المرأة، حركة تحرير إيديولوجية النساء من دون التفرقة ما بين المكونات والأديان. فعلى هذا الأساس إذا المرأة أخذت مكانها ضمن مجال الحياة، وإذا كانت قيادية ضمن المجتمع، دائما تكون مستهدفة من قبل الذهنية السلطوية والمجازر والجرائم. الدولة التركية يتكرر بضمن مجتمعنا. من قبل أسبوع كمان نفس المجزرة اللي صار بحق شهيدات الحرية، نفس المجزرة اللي صار بحق هافال أفين ورفاقها الثانيين. فرأيكم السبب المجازر بس الهدف الأساسي إنكار أو إبادة القوم الكردي؟ ما ذنب هالأطفال اللي تشردوا؟ بدل ما هالأطفال يكون بمناطقهم ببيوتهم، بمناطقهم بسريكانية بعفري، هلا نحن عم نشوف عايشين تحت الخيام وهني بحصرة شيء أو احتياجاتهم اليومية لحتى يلبي احتياجاتهم اليومية. كل هالجرائم ولسه كل ما عم تروح عم تكثر بحق مجتمعنا. على هذا الأساس هافال ساكينة دائما كانت تناضل وتطالب بتحقيق الديمقراطية بضمن المجتمعات والدول. هافال ساكينة لأنها كانت دائما تنطق باللغة الكردية، لأنها كان دائما تمتلك إرادة قوية، ولأنها كان دائما طالب بحل القضية الكردية، فتم اغتيال هافال ساكينة مع رفيقاتها الثانية. بعام 1980 بعد ما الدولة التركية عرفت انه في حزب عم تتحرك لتوعية المجتمع لحتى المجتمع كمان يكون لهم حق ضمن الحياة اللي هن عم يعيشوا، الدولة التركية بعام 12 أيلول عام 1980 تم سجن بعض من الرفاقات ورفاقنا اللي كانوا من أول مؤسسين الحزب، من بينهم هافال معصوم قورقماص، خيري درموش،
ومن بينهم هذول ساكنين. جيانا آزادی